السلام عليكم. بعد تعادل اليوم الترجي الرياضي التونسي امام الشرطه العراقي وهزيمه النادي الرياضي الصفاقسي امام الاتحاد السعودي، ترتيب من المجموعه على النحو التالي: الاتحاد السعودي في المرتبه الاولى 6 نقاط، الشرطه العراقي في المرتبه الثانيه ب4 نقاط، الترجي الرياضي التونسي في المرتبه الثالثه بنقطه، وفي المرتبه الاخيره بصفر من النقاط النادي الرياضي الصفاقسي اللي اليوم قدم مقابله محترمه بالرغم انه عنده زوز اقصاءات. لهنا شنو نجم نفهم الانديه كيف الترجي الرياضي كيف النادي الصفاقسي وقت اللي باش يواجهوا فريق فيه نجوم ملاعبيه يكونوا متحمسين ويقدموا مقابله محترمه، لكن المقابله هذه ما هيش ضد منافس مباشر نحبه ولا نكره. المنافس المباشر في المجموعه هذه هو الشرطه العراقي اللي انتصر على النادي الصفاقسي ويتعادل اليوم امام الترجي الرياضي التونسي. وكما قلت في الحلقه الاولى والله العظيم نقعد مستغرب، يا اما الشرطه العراقي فريق ممتاز على الاخر وهذاك علاش انتصر على النادي الصفاقسي وتعادل اليوم امام الترجي الرياضي، او الشرطه العراقي نجم نقولوا عليه مفاجاه الدورة، ولا فريق متواضع. لكن الترجي الرياضي التونسي ولا النادي الرياضي الصفاقسي أندية متواضعة أكثر منه. هذيك هي الأندية التونسية، بما أنه لهنا راني مازلت نستفسر، بما أنه الأندية أو البطولة التونسية مستواها تراجع السنوات الأخيرة في ظل تواجد رئيس الجامعة وديع الجاري. وشخصيا الله غالب وقت اللي الأندية التونسية تكون تشارك في تظاهرة عربية عندي نكون 100% منحاز للأندية التونسية نوعا ما. عندك الأحنى أندية شمال إفريقيا ولو أنه مقعد فينا كان الاسم. هيك هو المقابلة الثالثة، ترجي الرياضي التونسي ضد النادي الرياضي الصفاقسي، يعني ياكلوا بعضهم. وبعد الاتحاد السعودي اللي انتصر عليهم 2 يرتح الفريق الأول ويلعب فريق ثاني ويتعادل امام الشرطه العراقي. وهكا نلقاو الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي يعودوا من الدور الاول. بصراحه فضيحه باتم معنى الكلمه. الترجي الرياضي التونسي ما ادراك النادي الرياضي الصفاقسي صاحب السمعه الكبيره متواجدين الزوز مع بعضهم. والله العظيم نحب نقول كلمه، نتمنى ولو انه ممكن جماهير النادي الصفاقسي ما يعجبهاش الكلام هذا، نتمنى النادي الصفاقسي يسيب الطرح للترجي الرياضي، مش يخسر، لا يسيب الطرح للترجي الرياضي 2-0، وان شاء الله الشرطه العراقيه ينهزم امام كريم بنزيما، وهكا نلقاو فريق تونسي متأهل للدور الثاني. راهي فضيحة، اقسم بالله فضيحة للكرة التونسية. 3 أندية مشاركين وفي الاخر يروحوا من التور الاول قدام شكون؟ قدام أندية نوعا ما في المتناول. بطبيعة الأندية في المتناول مانيش نحكي على الاتحاد السعودي، ولو انه وقت اللي نسمع جماهير الاتحاد السعودي ترجي وينه فقعنا عينه، ترجي وينه، والاخر جايب لي بنزيما يخلصوا فيه في الثانية مليون ويغني لي يا بنزيما. تتفرج يا معلم، تتفرج كيفاش يشجعوا. اقسم بالله يفكروني بك اللي يحطوا راديو في سوق العصر، واللي يحطوا راديو في سوق ليبيا ويبداوا 3 بلف ولا 4 بلفين وما نعرفش شنو وتضحكوا. يا اخي راهو التشكيله الاساسيه متاعكم فيها كان 3، احنا التوانسه عندنا في التشكيله الاساسيه يلزم ثم 3 يترونجي. انتم العكس، انتم في التشكيله متاعكم متواجدين فيها كان 3 سعوديين، وبعد جي تحكي وتقول الاتحاد السعودي وتقول الهلال السعودي وتقول يا معلم. والله ما نجم كان نقول بصحتكم وكهو. هذا ايش النجم نقول. نرجعوا للندوه الصحفيه اللي قام بها مدرب ترجي رياضي معين الشعباني بعد المقابلة. وفي بعض النقاط معين الشعباني يقول لعبنا من أجل تحقيق الفوز وهذه النتيجة تمثل خيبة أمل للفريق ككل. في بالك كمعين الشعباني مدرب الشرطة العراقي قبل المقابلة قال باش نلعبوا حتى ما نخليوش ترجي رياضي يسيطر على المقابله وما يفرضش النسق نتاعو. تعرف معناها هم متاكدين انه الترجي رياضي باش يفرض النسق، لكن باش نحاولوا نكسروا له الريتم نتاعو. هذاك اللي صار في الشوط الاول. فريق صراحه كان
في المتناول، ماهوش افضل من الترجي الرياضي التونسي، لكن للاسف الشديد الملاعبيه نتاع الترجي الرياضي اللي كانوا في المقابله الاولى امام الاتحاد كانوا يا معلم عفرته، كانوا بوقرة كان عفريت على حاله، ما يقف قدامه حتى واحد. اليوم خارج الموضوع كيف يقول معين الشعباني رغم النتيجة السلبية، لكن أمل الفريق في التأهل مازال حاضر في مواجهة الأخيرة بشرط الفوز على النادي الصفاقسي. هذا حكيناه وقلنا كولوا بعضكم، وفي الآخر تنجموا تروحوا الزوزة الغالب، ما استغليتوش مواجهة الشرطة العراقي. يختم الشعباني ويقول من أهدافنا في المرحلة القادمة التعاقد مع مهاجم هداف لترجمة الفرص العديدة إلى أهداف. هذا مما لا شك فيه الترجي الرياضي بالرغم الانتدابات اللي قام بها، انتدابات نشوفوا مثلا أمارو المقابلة الثانية قدم أداء محترم، سيف تقى لاعب الاتحاد المنستيري السابق المقابلة الأولى أمام الاتحاد المستوى متاعه كان متوسط، أفضل شوية من المتوسط. اليوم الأداء متاعه تحسن، النجم نقولوا عليها الصفقة رابحة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. يقعد نقطة ضعف الترجي تتمثل في خط الهجوم، وقت اللي يكون عندك سيف الدين أو محمد علي بن حمودة، وقت اللي يكون عندك بريمة مواريت الجماهير ككل، نحكي على الجماهير الأندية التونسية، وقت اللي يكون عندها مهاجم كرهها في حياتها يولي يتشبث حتى في شعره، يولي يتشبث في بريمة ويرى في بريمة مهاجم كبير برشا وينجم يلقى الحلول للترجي الرياضي. بريمة عمره ما كان مهاجم في قيمة الترجي، يحب اللي يحب ويكره اللي يكره، لكن بما انه محمد علي بن حمودة كره جماهير الترجي الرياضي في رواحهم ولاو يتشبثوا في اي مهاجم، والله ويا حسره ويا حسره. لا، الترجي الرياضي التونسي يلزمه مهاجم يليق به حاليا، ما ثماش مهاجم في الترجي الرياضي، ولو الترجي باش يقعد على الحاله هذه من غير مهاجم، ريت الانتدابات الكل اللي عملها راهي عباره شكاره والبحر، وماهيش باش تعطي اكل، على خاطر قام بانتدابات باش يوصلوا كره للمهاجم اللي باش يحط الكره الشبكه. الترجي الرياضي ما عندهاش مهاجم الى حد الان يحط الكره في الشبكه، يعني الى حد الان النجم نقولوا ما عمل شيء. ونختموا باللقطه اللي صارت بين الشوطين. محمد علي كان الجماهير الترجي الرياضي اللي كانت متواجده حكاوا مع معين الشعباني وقالوا له عندك الملاعبي اللي جابوه من الملعب التونسي، نحي محمد امين بن حميده وحط مكانه الملاعبي كما قلنا نسيت اسمه لاعب الملعب التونسي. اول شيء محمد امين بن حميده الموسم الفارط خلينا نقول انت اكثر لاعب جرينت من جانب الترجي الرياضي التونسي، كل الجماهير شكرتك. راهو وقت اللي تلومك الجماهير ما تدخلش في انقروناج معها، راهو اي لاعب ومهما كان يدخل في انقروناج مع جماهير وخاصه في قيمه جماهير الترجي الرياضي راهو هو الخاسر الاول والاخير. وشفنا على سبيل المثال محمد علي بن حموده وقت اللي دخل في انقروناج مع جماهير الترجي الرياضي شنية صار له الى حد الان ما نجمش يخرج من الوضعيه هذه. نقطه اخرى جمهور الترجي الرياضي راهو كي تحكيوا مع الشعباني وتقولوا له غير محمد امين بن حميده، راهو هو حتى لو كان باش يغيروا كي تحكيوا معاه انتوما لهنا توليوا لعبتوا له على الوتر الحساس، كان باش يغيروا ما يغيروش، وحتى هو كان باش يغيروا يقول لك لو كان باش نغيروا نولي مدرب نسمع في كلام الجماهير ويخلي محمد امين بن حميده. لذا الجماهير عمرها ما تدخل في قرارات المدرب واللاعب عمره ما يدخل في انقراناج مع الجماهير. حلقتنا اليوم فات ان شاء الله حنا بعد مع ماضي ساعتين متاع الليل ان شاء الله نلقاوها في التشكيله الاساسيه، ولو انه صعيب لكن ان شاء الله في الشوط الثاني ياخذ فرصته امام بروسيا دورتموند. حلقتنا اليوم فات كالعاده البياري متبقى كبش يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين في الدوريات الاوروبيه في الدوري التونسي. تحيا تونس، تعيش تونس، كنا تونس، سلام.